إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وله صفات بينها الله في القرآن. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. هذه من صفاتهم الخداع والمكر والعدوان على الناس، ومن خلال صالحهم التكاسل عن الصلاة والتثاقل عنها وقلة الذكر، يعني يغلب عليهم الغفلة. ومن خلالهم الرياء في أعمالهم، يصلوا رياء، صدقوا رياء، يذكرون الله رياء. ومن خصالهم الخبيثة أنهم ما لهم ثبات، عندهم تردد، قد ترددوا في دينهم وتذبذبوا، ولهذا قال مذبذبين، ليس لهم ثبات لا مع أهل الحق ولا مع أهل الباطل. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني ليسوا مع المؤمنين وليسوا مع المنافقين. بأن يقوم الرجل ويتصدق لا يريد وجه الله وإنما يريد المدح، أو يصلي ويطيل الصلاة لا يريد الثواب وإنما يريد مدح الناس، أن ينظروا إليه وأن يمدحوه، فقل من يسلم من ذلك. فعلى المسلم أن يتجنب صفات المنافقين وإن لم يكن منافقا خالصا. قال صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر. فلنحذر من صفات المنافقين. فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نعم يا إخواننا، علينا أن نتدبر كتاب الله. أعتقد أن كل عاقل يتدبر مثل هؤلاء الآيات ينزلها على الذين أقوالهم كأقوال الملائكة وأفعالهم عبالسة. نعم يا إخواننا، وربما تجد علامة السجدة في جبهته ولكن قلبه أخبث من قلب فرعون. نعم، قلبه أخبث من قلب فرعون. ومجتمع لا يعرف عن النفاق شيئا، بل بمجرد ماذا يا إخواننا؟ بمجرد أنه يؤدي صلوات ولا يكذب ويخدع وينافق ولا يدري أنه منافق، فالمسلمون جاهلوا هذا الأمر. أحمل صفة النفاق وأحوال المنافقين.